لما الملابس بتاعتك بتتقطع اوعى تكون بترميها. ايه ده، هي ينفع تتصلح؟ بص كده القطعه دي قبل كانت عامله ازاي، وبص بعد ما اتصلحت بقت عامله ازاي. فيلا بينا نبدا وهرسيك تعمل ايه. يا مساء الفل، يا رب الجميع يكون بخير. الاول في حاجه اسمها رفه، ده بيكون زي الترزي بس مش ترزي، بيكونوا متخصصين في الاساس في تصليح الملابس. هنا بمعنى مش ان خياطه مثلا فكت فبيلزقها لك تاني، ولا بيظبط لك مقاسها بقى يقصر لك ويطول لك والكلام ده. بيصلح ملابس يعني قطعه قماش مثلا اتقطعت، اتنتشت في مسمار، او حتى اتخرمت، برضه بيصلحوا عادي. في ناس اصلا بترمي التيشيرتات بسبب قطعات بسيطه او خرام بسيطه بتكون من تحت، فليه ترمي الحاجه لما ممكن تصلحها؟ وتعالوا بقى اوريكم امثله على حاجات انا صلحتها. مثلا خد عندك البنطلون الاسود ده، كان مقطوع ازاي مش نافع تاني اصلا، وفي الغالب ده اكتر مكان بتقطع منه البناطيل، فانت تقول مش نافع تاني وتقوم رميه. بس بص بعد كده لما صلحته، وعلى فكره هو في اللبس مش بيبان خالص، لان لو بيبان اكيد ما كنتش هستخدمه تاني اصلا، ولا خاطر ان انا اصلحه على الفاضي. وكمان الفكره ان هم بيحطوا بطانه مش مجرد خياطه وخلاص، عشان ما يفكش تاني وانت لابسه، فامان يعني. بس جايز تقول لي ما هو عشان اسود فما بيبانش قوي في اللبس. هقول لك تعالى نشوف واحد فاتح. بص الرصاصي ده كده نفس الفكره، مقطوع من نفس المكان. العجيب اصلا ان انا بقلعهم سلام، اجي ابص عليهم بعد كده بلاقيهم بالمنظر ده، ما بفهمش فيه ايه. المهم تعالوا نشوف بعد التظبيط بقى، نفس الفكره برضو، حطوا له بطانه وظبطوه روقوا عليه، وبرضه ما بقاش يبان في اللبس. ممكن يبان شويه عشان انا مقربه قوي من الكاميرا، لكن في اللبس العادي ما بيبانش. طبعا اللي انا قلته لكم ده امثله، اي حاجه بقى مقطوعه عندك هتتصلح بنفس الفكره. يعني انا مثلا كان لسه ابن خالي عنده بنطلون مقطوع من عند الركبه وخلاص بقى هيرميه، قلت له بس هاته ونوديه اللي بتاع الرفه هيظبطه لك. قال لي يا ابني ازاي، انت مش شايف القطعه دي عامله ازاي؟ لا طبعا يتصلح ازاي، اكيد مش هيتصلح. المهم بالعافيه كده اقنعته وخدته من ايده ورحنا لبتاع الرفه. بعد يومين راح استلم البنطلون في الشنطه كده ومشي على طول. فبيقول لي انا بطلع البنطلون يا مصطفى اتلخبطت اصلا، مش عارف انهي رجل اللي كانت مقطوعه، بس للاسف نسيت اصور لكم قبل وبعد. ومش بس كده، في برضه حاجات تانية بسيطه وتفاصيل صغيره قوي ممكن تفرق معاك في اللبس، زي مثلا السويت بانتس، بيكون فيه كتير منه الاستيك بتاعه ضيق قوي من تحت وبيخنقك جدا وانت بتلبسه او بتقلعه. ده مثلا بنطلون بتاع اخويا احمد الله يرحمه، كان الاستيك بتاعه يخنق طول ما الواحد لابسه، وديته للرفه برضه وهم ظبطوا لي الاستيك، وبقى خفيف جدا في اللبس والقلع، وبقى مريح كمان في اللبس. بلاش يا سيدي كل ده، في مثلا بناطيل بنجيبها جديد عادي اللي هي الريبت جينز او البناطيل المقطعه. انا مثلا واحد مش بفضلها قوي، خصوصا لو هي مقطوعه من عند الفخاد عشان الصلاه برضه وكده، بس ساعات بضطر اجيبها عشان ما بيكونش فيه بدايل تانية كويسه، فببساطه جدا بتوديها برضه وهم بيحطوا لك بطانه وما بتبقاش باينه، وكأن البنطلون هو اصلا جاي كده. فالخلاصه ما ترميش اي حاجه باظت عندك، لان سهل جدا وتتصلح، وكل حاجه في الملابس ليها حل. طب يا مصطفى الاقي فين بتاع رفه؟ اكيد مش هوصف لك حد معين يكون جنبي في منطقه انا يعني يدب له مشوار ابن لذينه، وانت ممكن يبقى جنبك اصلا مين بتاع رفه. طب انا اعرف برضو ازاي؟ سهله جدا، الصنايعيه بيبقوا عارفين بعضهم، اسال بقى مكواج جنبك، ترزي، جزماتي، هم هيدلوك. وبس كده، يلا سلام.